تعال نشوف جناح الأهلي الصاعد محمد عبد الله قدم إيه قدام بتروجيت. هنا الراجل بيورينا قدرته على التمركز الجيد في المساحات الضيقة، وبالرغم من وجود 4 لعيبة من بتروجيت إلا إنه عارف يلاقي مساحة كويسة يتمركز فيها. ولو تاخد بالك الكورة في الهوا وهو عارف إنها مش جاياله، إلا إنه مستني الكورة اللي ممكن ترد من الدفاع، وبيورينا قدرته على توقع الأحداث. هنا كورة هدف جراديشار انطلق من نص الملعب، وبالرغم من ان الكرة طولت منه الا انه حاول يجيبها. ولو تاخد بالك مش المدافع اللي غلط، لكن عبد الله هو اللي مد رجله وكمل علشان يقطع، علشان فعلا ينجح في استخلاص الكرة ويشوف جراديشار فاضي ويعمل له الاسيست. بس السؤال هنا هو ازاي شاف جراديشار وحط له باص دقيق؟ الإجابة قدامك اهي. شوف رفع وشه كام مرة علشان يعمل سكان قبل ما يحط العرضية. الراجل رفع وشه 3 مرات، وبالتالي جمع كل المعلومات اللي محتاجها علشان يعرف يحط أسيست دقيق. هنا انطلاقة على الجانب الأيمن وربط كويس مع هاني في موقف 2 على 1، وكل ده طبيعي وعادي جدا. الإضافة اللي بيقدمها عبد الله كانت بتحركه بعد التمرير. الراجل ما بطلش جري بعد ما مرر، وفي الوقت اللي الدفاع بتاع بتروجيت كله باصص على الكورة هو تمركز على ال18 وعمل لنفسه موقف جيد للتسديد، ومع شيء من التوفيق كان ممكن تبقى كورة خطيرة. هنا محمد عبد الله ساب الطرف وتوغل للعمق بدون كورة، وبرغم ان الكورة ما وصلتلوش الا انه عامل فولو، ولو الكورة كانت ردت من الدفاع او الحارس كان يقدر يكملها في المرمى. هنا تاني هو في العمق، وتاني بيقف في المساحات الفاضية في خط دفاع بتروجيت، وحصل تبادل مراكز بينه وبين قفشة فأصبح خالي من الرقابة. وعينك بقى على تمركزه اللي جاي، الراجل بينزل تحت إمام عاشور علشان يبقى مسار التمرير بينه وبين إمام مفتوح لو إمام احتاجه. وبالفعل الكرة توصل له واستلم بفنت خلى الناس كلها تطلع لطرف الملعب وتتوقع تسديد أو خروج على الطرف، علشان يفاجئ المدافعين بتمريرة لقفشة. وفي لحظة العرضية اللي عملها محمد هاني، عبد الله أخد باله إن جراديشار وإمام متمركزين في حلق المرمى، فوقف هو بعد القائم البعيد علشان لو العرضية طلعت أقوى من اللازم يقدر يوصل لها. هنا برضو الكرة مع إمام مرتدة، وبرغم إن الكرة ما اتلعبتلوش إلا إنه أظهر سرعة كبيرة جدا. شوفوا إزاي بيسبق المدافع وتحرك جيد، وإمام لو كان حطله الكرة في مساحة كان ممكن يشكل خطورة كبيرة. هنا الكرة على الطرف الشمال للأهلي، وعبد الله كجناح متمركز جوه ال18 قبل